السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كشف مصدر مقرب من مدرب المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم أن وليد الركراكي وضع استراتيجية عمل رفقة الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم من أجل الاعتماد على أكبر عدد من اللاعبين الشباب خلال المرحلة المقبلة، وذلك لتهيئ الخلف الذي سيحمل مشعل المنتخب المغربي مستقبلا. وتابع المصدر ذاته أن استراتيجية الركراكي تتمثل في توجيه الدعوة إلى لاعبين شباب من أجل حمل قميص المنتخب الوطني الأول، ومنحهم فرصة المشاركة في المباريات الودية والاستئناس بأجواء المنتخب الأول، وذلك ليكونوا في أتم الاستعداد عندما نوجه إليهم الدعوة للعب في الفريق الوطني الأول. وأضاف المصدر نفسه أن الركراكي يسعى إلى تخفيض معدل الأعمار داخل الزيادة في اللاعبين الشباب، وإيجاد الخلف بالنسبة إلى بعض اللاعبين الذين ينتظر أن يغادروا المنتخب الوطني بعد تقدم أعمارهم، مشيرا إلى أنه خلال كأس العالم الأخيرة بقطر أصبح المنتخب المغربي من المنتخبات التي تتوفر على لاعبين صغيري السن وقد أداروا علو كعبهم، وأن المنتخب الوطني سيستفيد منهم. ولم يخفي الركراكي أن هناك لاعبين في الجيل الحالي للمنتخب المغربي بإمكانهم المشاركة في نهائيات كأس العالم 2023 بحكم صغار سنهم، وأنهم قادرون على التطور والبصم على التألق. ومن جهة أخرى أغلق الركراكي الباب أمام مجموعة من الأسماء المترددة بشأن حمل القميص الوطني المغربي، حيث أكد على أنه لن يقوم باستدعاء أي لاعب لا نية له في حمل قميص الأسود، وأنه لن يقبل المساومة في الأمر. وزاد المصدر ذاته أن الركراكي طالب بنسيان ملف اللاعب إبراهيم دياز متوسط ميدان نادي ميلان الإيطالي، والذي سبق أن جالسه لحمل قميص المنتخب المغربي، إلا أنه لم يجد أي تجاوب من دياز، ما جعله يصرف النظر عن الأمر. وأضاف الناخب الوطني أن تألق الأسود في مونديال قطر وبلوغهم دور نصف نهائي المسابقة جعل مجموعة من اللاعبين من أصحاب الجنسية المزدوجة يعبرون عن رغبتهم الكبيرة في حمل قميص المنتخب الوطني. ويدرس الركراكي بمعية طاقمي المساعد ملفات عدد من اللاعبين الجدد، وسيقوم بانتقاء العناصر التي يمكن أن تعطي الإضافة للمنتخب الوطني الأول.